تخيل معايا تكون أقوى ملك شيطاني في العالم، حتى الآلهة كتخاف منك، ومع ذلك يقدروا يخدعوك بكذبة وحدة. هذا هو الحال البطل ديالنا اللي كان معروف بلقب ملك الهياكل العظمية. مخلوق قوي لدرجة أن حتى الآلهة ما قدروش يقتلوه، فاختاروا يخدعوه بذكاء. قالوا له وقع هذا العقد وغادي نعطيوك جسد بشري وتعيش حياة جديدة، لكن الحقيقة ما عطاوه لا جسد ولا حياة، خلاوه محبوس ميت بالحقد، ساكن بشكل ديال هيكل عظمي اصلع، ما كيهضر وما كيضحكش. وسط هاد السواد كيتفاجئ بشي حاجه ما غاديش تصدقها. فجأة كيتجسد في جسد ديال طفل بشري صغير، وماشي أي طفل، القديس المختار من طرف الآلهة باش ينقذ العالم. الناس كيسبحوه وكيعطيوه الحب وكيقولوا عليه امل البشريه، ولكن هو ماشي قديس وماشي منقذ وماشي ملاك، هو ملك الظلام اللي جا باش ينتقم. كيتصرف كطفل بريء ولكن داخله كيغلي بالغضب، كل نهار كيتفرج في العالم وكيخطط باش يدمر كل شيء. عمل القوة ديال القديس ضد نفس الآلهة اللي خانوه، غادي يضحك في وجههم ثم غيغرز فيهم الخنجر، غادي يريح العالم من فسادهم ولكن بطريقته. المفاجآت كتكبر والأسرار كتخرج، وشكون فعلا هذا القديس؟ وشحال غادي يقدر يخبي الغضب ديالو قبل ما ينفجر؟ وشكون اللي غادي يوقفه إلا كان هو نفسه هو النهاية؟ قصة غريبة دموية وفيها مزيج بين الانتقام والقدر، حتى الكوميديا والجنون. ملي كتبدا كتقرا كتحس بحال الا دخلتي العالم ما فيه لا خير ولا شر، فيه فقط ملك سابق كيدوز حسابه. هذه هي المانجا ديال هذا النهار، وكنتمنى تشتركوا في القناة وتزيدوا تفعلوا الجرس، دير لايك، وإلا ما فيها مشكل دير واحد تعليق صغير، حتى واخا الا كنت كندير شي اخطاء تصحى ليا. شكرا ومع السلامة، في امان الله.